تخيل معايا مباراة ملحمية بتجمع ما بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين، مباراة ملحمية ما بين ميسي ومحمد صلاح. تفتكر ايه اللي هيحصل في الماتش ده؟ يلا نشوف. والمباراة بتبدأ كالعادة بتقل من منتخب الأرجنتين على منتخب مصر باستحواذ قوي جدا لمنتخب الأرجنتين. ميسي ماسك كرة، الفاريز ماسك كرة، ديبول ماسك كرة، الكل عمال يسيطر على الكرة في الماتش ده، محدش سايب مساحة لمنتخب مصر. ولكن منتخب مصر بيحاول يعمل المستحيل علشان على الأقل يتعادل في الماتش ده. ولكن ميسي بيشوط تسديدة قوية كانت هتيجي في مرمى مصطفى شوبير، ولكن مصطفى بصد روعة منه بيتألق ويمنع هدف ميسي الأول في منتخب مصر. المباراة رايحة جاية ومصطفى شوبير بيلعب ضربة مرمى وتيجي على دماغ ماكاليستر مقطوعة يعني، ولكن طارق حامد بكل براعة بيقطع الكرة. فطارق حامد بيدي الكرة لزيزو، زيزو مراوغة حلوة جدا منه بيعدي من الفاريز بكل براعة ويباصي الكرة لمحمد صلاح، ومحمد صلاح بيعدي من إيميليانو مارتينيز ويسجل الهدف الأول لمنتخب مصر، والملعب حرفيا بيشتعل. ولكن تفتكر الأرجنتين بطل كأس العالم هيسكت على اللي حصل ده؟ أكيد طبعا لا، مش هيسكت. ميسي أكيد بياخد الكرة سنترة يعني وكده، بياخد الكرة وبيديها لماكاليستر، وبعدها بدقيقة على طول ميسي بيسجل هدف التعادل في منتخب مصر بعد عرضية رائعة من ماكاليستر. وهدف التعادل لمنتخب الأرجنتين بيجي وسط سرحان كامل من محمد هاني وياسر إبراهيم. المباراة رايحة جاية وهجمة من هنا على هجمة من هناك، وتطلع ركنية لمنتخب مصر، ومحمد صلاح يروح علشان يلعب الركنية، فيلعب الركنية وتيجي على رأس مصطفى زيكو، ولكن بتخبط في المدافع وبتطلع بره ركنية تانية لمنتخب مصر. صلاح بيروح علشان يلعب الركنية التانية لمنتخب مصر وبيحط الكرة وبياخد نفس عميق، وبعد كده بيلعب الركنية وعلى رأس إمام عاشور تسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر، والملعب بيولع. الكل كان متوقع ومرشح الأرجنتين هي البطل في الماتش ده، ولكن منتخب مصر بيعمل المستحيل علشان يكسب، وبالفعل بيكسب منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1. وطبعا دي كانت توقعاتي لماتش منتخب مصر بكرة، وانتوا لو عايزين توقعوا في الكومنتات تحت علشان ان شاء الله التوقع الصحيح منكم اخد تعليقين. لو التعليقين دول صحاح كل واحد ليه تيشيرت منتخب مصر هدية مني، ولو انت عايز منتخب غير منتخب مصر يا عم هجيبهولك عادي. بس ما تنساش اللايك والاشتراك، وزي ما قلت لك اول مرة تتوقع نتيجة الماتش بكرة، والفائز منكم هيكسب تيشيرت هدية. السلام عليكم.